السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد بخصوص الصدمة الكبيرة والنصب اللي تعرضت ليه طاطا هالة من طرف واحد الشخص اللي كانت دايرة فيه الثقة العمياء، ولكن للأسف صدق وجه الغدر. إليكم التفاصيل كاملة والمؤثرة لهذه القضية. أكثر حاجة كتحرق القلب في هذه القصة هي أن طاطا هالة بقى كتعيش جرح كبير ومازال مبراتش من الصدمة ديال وفاة الأم ديالها. كتقول بمرارة أنها باقا كتكذب على راسها باش تقدر توقف على رجليها، وباقا كتحاول تخرج للناس بطاقة إيجابية وتضحك في ستوريات باش تعطي للناس التحفيز في الوقت اللي هي محطمة من الداخل ومحتاجة اللي يواسيها. طاطا هالة عاودت كيفاش وقفت مع واحد الشخص في أصعب الظروف وسلفتو مبلغ كيتجاوز 8 المليون سنتيم. وماشي غير هادشي، فاش كان مهدد بالتشرد بسبب الحكم ديال الإفراغ وقفت معاه وقفة ديال بنت الناس. حبست خدمتها أسبوعين كاملين وبقات كتقلب ليه على دار وسكناتو، خلصت عليه من رزقها الخاص، وهي كانت ناوية أنها كدير الخير وربي يحطو في طريقها باش تعاونو. الصدمة الكبيرة كانت هي ردة الفعل ديال هاد الشخص. فاش طالبت بحقها جاوبها ببرودة الدم وقال لها الجملة اللي بكاتها الدم: سيري جري طوالك وما عندك ما تلحقي. هاد الاستفزاز هو اللي خلاها تنهار، حيت لقات راسها وسط المحاكم والمحاضر وهي اصلا ما ناقصاش مشاكل فوق الحزن اللي عايشاه على الام ديالها. هالة كشفت انها في الغربة كتفيق مع 5 ديال الصباح، كتخدم النهار كامل بتمارة، وبكات وحرقت قلبها حيت فاش عطاتو الفلوس كانت هي براسها مزيرة وما عندهاش في حسابها غير 1000 درهم إماراتي. ومع ذلك حيدت اللقمة من فمها وعطاتها ليه، وفي الأخير كيجازيها بالغدر والنصب. طاطا هالة كتقول بلي هي عيات من الصبر، وأكدت بلي القانون دابا خدام وعندها جلسات في المحكمة كدعي عليه بلي الله يسد عليه بيبان في وجهه حيت ما راعاش للظروف واليتم ديالها ولا الخير اللي دارت فيه. كان هذا هو الموضوع ديال طاطا هالة وشنو كتعيش. شكرا لحسن المتابعة، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو وتخليو تعاليقكم. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم، ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو اخر.